كتير من الناس بيفتكروا ان السن مجرد رقم. لما نيجي نتكلم عن الخصوبة نكتشف ان الرقم ده ليه تأثير كبير خصوصا عند السيدات. الخصوبة عند المرأة بتبتدأ بأعلى مستوياتها في بداية العشرينات وتبدأ تقل تدريجيا من بعد سن ال30. مع الاقتراب من سن ال40 بيكون في تغيير واضح في القدرة على الإنجاب، مش بس من ناحية عدد البويضات لكن كمان في جودتها. طب ليه ده بيحصل؟ لأن المرأة بتتولد بعدد محدد من البويضات وكل شهر الجسم بيستهلك جزء منها، ومع مرور الوقت البويضات بتبدأ تقل والجسم كمان بيبدأ هرموناته تتغير. ده مش معناه ان الحمل مستحيل بعد سن معين، لكن التحديات بتزيد. مثلا فرص الحمل الطبيعي بعد سن ال40 بتكون اقل، وفرص حدوث مشاكل في الحمل او في صحة الجنين بتكون اعلى نسبيا. لكن خليني اقول لك حاجة مهمة، في عوامل كتير بتأثر على الخصوبة غير السن، زي نمط الحياة، التغذية، الوزن، مستوى التوتر. ومع تقدم الطب بقت في طرق كتير بتساعد السيدات على الحمل في السن المتأخرة، زي تنشيط المبيض وتجميد البويضات أو الحقن المجهري. فالرسالة هنا مش إن الوقت انتهى، لكن إن الوعي مهم. كل واحدة لازم تعرف جسمها وتفهم مراحل حياتها وتاخد قراراتها بوعي وثقة، مش بخوف أو ضغط. ولو في تفكير في تأجيل الحمل أو لو في صعوبة بتحصل، مهم جدا التوجه للطبيب عشان يفهم الحالة كويس ويوجهك بأفضل الطرق. في النهاية العمر بيأثر بيأثر، لكن مش لوحده، وإدارتك للوقت ولجسمك ولسلامك النفسي هي اللي بتفرق.